السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. والنهارده ان شاء الله راجعه لكم كده بفيديو جديد، وبحاول ان انا اقدم لكم واكون عند حسن ظنكم واقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد، ووصفات ما تبقاش منتشره على السوشيال ميديا. تعالوا بقى يلا نشوفوا وصفتنا الجميله النهارده من البردك الاكلات الموفره معانا. تعالوا نشوفوا يلا بقى الجمال دوت بمكونات سهله وبسيطه ومش بتاخد وقت ولا غلبه في عمايلها، وحاجه طعمها والله جميل ولذيذ. تعالوا يلا بقى نشوفوا الجمال اللي انا بقى بتكلمكم عليه، بس بحب اشوقكم في الاول. وتعالوا يلا بقى نشوفوا الجمال بتاعنا وهنعمل ايه النهارده. هو الجمال اللي انا بقول لكم عليه اهوت. والنهارده بقى هنعمل كشك الماظ، وده من الاكلات الجميله، الاكلات بتاعت زمان، في ناس كتير ما تعرفهاش. تعالوا يلا بقى نشوفوا يلا الجمال ده عملناه ازاي. ما تنسوش تدعموني على صفحه اميره مجدي. هنا بقى انا جبت حله وجبت معلقتين رز مغسول ومتنشف، احطهم في الحله وهنزل عليهم بميه. انا هسلقهم كاني بعمل رز بلبن، لما يتسلق هينفش معايا. هنسيبه بقى لحد ما يتسلق. نزلت هنا بمعلقه سمنه بلدي، على حسب بقى المتاح عندك، سمنه بلدي، سمنه نباتي، زيت، اي ماده دهنيه. انا هعمل خليط ما بين السمنه والزيت. انا هنا معايا بصلتين متوسطين مقطعاهم كده، وهنزل بيهم في الماده الدهنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنفضل كده نقلب لغايه البصله معايا ما تحمر، لان البصله دي انا هاخد منها هحط على الوش الكشك الالماظ اللي انا هعمله. معايا بعد الرز ما اتسلق وشرب الميه بتاعته، هنزل بالشوربه. والشوربه دي بقى ايه على حسب، ممكن كوبايه شوربه، ممكن اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا بشتغل بالبركه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب بقى كده وهنسيب الشوربه تغلي مع الرز. هنا بقى معايا بوله، هنزل بكوبايه لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهجيب معلقتين دقيق وهنزل عليهم باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلب لغايه ما يدوب خالص. هنا بقى بدوب الدقيق في اللبن لغايه ما يدوب معايا خالص. هنا بقى بعد ما دوبت الدقيق باللبن هنزل على الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهفضل اقلب عشان ما يكلكعش مني. هفضل بقى كده اقلب لغايه ما يربط معايا، تبقى عامله كده اهوت زي عجينه البشاميل. بس اهم حاجه الدقيق ما يكلكعش مني. وظبطي بقى ملحك والفلفل الاسود بتاعك لو الشوربه بتاعتك مش يعني ملحها مش ياما. وهنا البصل بتاعي اتحمر، هصفيه بقى كده واطلعه في مصفى او على منديل. معايا بالشكل ده كده بقى عامل شبه البشاميل. هنجيب بقى البوله او الطبق بتاعنا، هننزل في البوله او الطبق بتاعنا بالخليط. الكميه طلعت معايا 3 اطباق، طبعا انت على حسب كميه الشوربه اللي عندك. وهنزل بالبصل كده على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزينه كده اهو بالشكل ده كده، بالشكل ده كده اهو، ونسيبه بقى يبرد خالص. عايزه تدخليه التلاجة دخليه عشان الجو حر. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وده كده يبقى كان اخر الفيديو بتاعنا. ان عجبتك الوصفه ما تنسوش تدعموني باللايك وتخشوا تعملوا متابعه على صفحه اميره مجدي عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.